ربنا قدر انه الحادثتين اللي قبلي فيهم وفيات. يمكن معايا انا ربنا ستر الحمد لله، والثلاث حوادث في اسبوع واحد. فعشان نعدي 8 حارات انت بتصارع 8 عربيات ماشيين جنب بعض. بقول للناس بس رساله: موضوع تعديه الطريق ما بقاش زي الاول. نجم كلها في الحوادث. الحمد لله ربنا ستر. كان حادث يعني خطأ مش مني، خطأ من أحد المرة يعني. حد بيعدي الطريق خبط، فجت العربية اللي بعدي خبطته بقى فعليا يعني. هو طبعا الموضوع ما أخدش أكتر من ساعتين زمن، وقت قليل، مجرد إن إحنا نطمن على الحاج ونعمل له أشعة يعني الوقت بتاع المستشفى ووقت خروجه من المستشفى عشان نطمن عليه على تعافيه. والحمد لله الموضوع كله ما هو خرج واحنا خرجنا. ويعني هو برضه عايز اقول حاجه عشان يمكن الاخبار نزلت بشكل شويه انه في شبهه قضائيه او حاجه. لا خالص، هو الموضوع ما وصلش حتى للنيابه ان هو يوصل للقضاء يعني، لكن الموضوع كان ابسط من كده. الحاجه الثانيه انه احنا تعاملنا مع الموضوع، او انا يعني انسانيا اكتر. الحاج كان راجل كبير في السن وصعب عليه انه يعدي الطريق لوحده، فاللخبطه اللي حصلت دي هي السبب في الحادث يعني. فكان واجب عليا ان انا انزل اطمن عليه وافضل معاه لحد ما نخلص الحكايه كلها. لانه حتى لو انا مش مخطئ يعني، انه قانونيا حتى اللي بيعدي الطريق هو المخطئ، لانه ما استخدمش سلم المشاة او حتى خطوط العبور يعني، وده طريق سريع كمان يعني، محدش بيعدي كده يعني. اللي خبطه بصراحه جري ولا كان واقف معاك؟ كان موجود معايا. هو شاب صغير الحقيقه، برضه من ضمن الحاجات اللي انا كنت حريص عليها. هو شاب صغير عنده 20 سنه، كنت حريص ان انا ابقى موجود معاه لان هو كان متوتر وخايف يعني انا وهو كنا موجودين في الواقع، لكن هو برضه غصب عنه يعني. هو كلنا اتفاجئنا يعني، سواء انا او هو. أسرة الراجل كمان كانت موجودة يعني؟ حد عاتبهم ولا أنت اللي عاتبتهم إن أنتوا إزاي تسيبوه لوحده؟ أنا اللي عاتبتهم. لأن إزاي حد في السن ده يبقى لوحده، حتى لو بيخلص أوراق حكومية أو بيخلص حاجة يعني. هو طبعا كله قضاء وقدر يعني، لكن كنت أتمنى يبقى في حرص أكتر. الناس الكبيرة تقعد معززة مكرمة في البيت، وحاجة تحصل لحد عندها، حد من أبنائه أو حد من العيلة هم اللي يتحركوا يتولى القصه، لان الحاج فوق ال70 سنه طبعا. فكان ليه عتاب عليهم في الحته دي بصراحه. واتمنى يعني اي حد بيسمعني ياخد بالنصيحه دي يعني، ما نكررهاش تاني. يعني يمكن الفتره دي ما اعرفش ليه دايما رأس فني بيحس ان بيجي له عدوى يعني. فجاه بعد كده عصام صوصه، بعد كده عباس ابو الحسن، يعني كلها حوادث. ليه اللي بيحصل يعني؟ شوف هقول لك على حاجه. السوشيال ميديا يمكن هي ممكن كانت الاحداث دي بتحصل كتير من فتره، بس يعني هو ساعات السوشيال ميديا تركيزها في الحته دي يعني. كان ممكن الحادثه تحصل وما يتسلطش عليها الضوء، بس هو عشان اتكررت ويمكن يعني ربنا قدر انه الحادثتين اللي قبلي فيهم وفيات. يمكن معايا انا ربنا ستر الحمد لله. فيمكن الوفيات اللي حصلت هي اللي عملت الصدى الكبير، انه والثلاث حوادث في اسبوع واحد. وبرضه عايز اقول نصيحه للناس: ان احنا النهارده شايفين الطفره اللي حاصله في الدنيا. احنا النهارده عدد الحارات بقى اكبر يا جماعه. برضه احنا زمان كنا بنعدي الطريق عشان كان حارتين 3. النهارده الطريق بقى اوسع، 8 حارات. ده فعشان نعدي 8 حارات انت بتصارع 8 عربيات ماشيين جنب بعض، والمفروض ان سرعتها 90 النهارده و180 يعني. اقل حاجه. حتى لو انا عايز اقول لك على حاجه، انه انا في الحادث كنت ماشي على 60، وبرغم كده حصل الحادث. الفكره مش في السرعه، لان انا كنت واخد الحاره الاخيره خالص اللي على الشمال استعدادا لان انا هاخد يوتيرن، فكده انا ماشي بالراحه عشان هلف. فانا بقول لا قدر الله لو كان خبط في عربيه من اللي ماشيين جنبي، اللي ماشيين بقى على 100 ولا 120، كان حصل ايه؟ فده ستر ربنا برضه الحمد لله. فايا كانت السرعه، انا بقول للناس بس رساله: موضوع تعديه الطريق ما بقاش زي الاول.